السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا حلاوة الأكل المصري. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أسعد حال. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض أحلى صينية بطاطس محشية باللحمة المفرومة وكمان بالجبنة الموتزاريلا. حاجة كده تحفة خالص وحاجة كده من الآخر. وهنقدم معاها كمان رز بالشعرية، حاجة تنفع نقدمها في العزومات. يلا نشوف احنا عملنا الصينية الجميلة دي ازاي. بس قبل ما نبدأ، بستأذن حضراتكم اللي لسه منورنيش باشتراكه في قناتي يتفضل ينورني بالاشتراك، وكمان يفعل الجرس علشان يوصله كل جديد مننا، وكمان ما ينسناش باللايك. يلا نشوف المقادير بتاعتنا الجميلة دي هي ايه. معانا هنا حوالي 2 كيلو من البطاطس، طبعا احنا مقشرينها وكمان مقورينها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهنشوف طريقة التقوير هتبقى ازاي. ومعانا حوالي كوبايتين من صلصة الطماطم، ومعايا حوالي 3 قرون من الفلفل الأخضر، وكمان معايا معلقتين من الثوم، معلقتين كبار من الثوم المفروم، ومعانا الجبنة الموتزاريلا، ومعانا كمان البهارات بتاعتنا، فلفل اسود وكمون وكزبرة، وكمان نص معلقة من توابل اللحمة. دلوقتي هبدأ ان انا، وطبعا معانا هنا 3 بصلات مفرومين. دلوقتي هبدأ ان انا اوريكم انا قورت البطاطس دي ازاي. تقويرها سهل جدا. انا بجيب البطاطسايه طبعا المتوسطه الحجم او الصغيره. دي يعتبر متوسطه الحجم، ماهاش صغيره قوي وفي نفس الوقت كمان ماهاش كبيره قوي. ببدأ دلوقتي ان انا بعد ما بقشر البطاطسايه باجي من ناحيتين وابدأ اعمل لها قاعدتين كده زي ما احنا شايفين. وهجيب قاعده، هاخد قاعده من يعني من البطاطسايه كده، وابدأ ان انا اقورها بالشكل ده كده. تقويره سهل جدا، تقوير البطاطس سهل جدا، زي ما كأنك بتقوري بالظبط الكوسة والحاجات اللي انتي بتستخدميها في المحاشي. طبعا الحشو اللي نازل من البطاطساية ده، اللي هو التقوير اللي انا خرجته من البطاطساية ده، مش هنرميه، ده بطاطس، فلازم هنستخدمه بردك معانا بإذن الله. دي طريقتي في تقوير البطاطس علشان تبقى جاهزة معايا للحشو بإذن الله. طبعا انا هعمل كل كمية بالشكل ده كده، والطريقة سهلة جدا. هعمل كمان واحدة قدامكم. هاجي بردك من ناحيتين، وهعمل هقطع قطعة كده من فوق وقطعة من تحت. وهبدأ دلوقتي اجي من الناحية اللي هي الكبيرة شوية، وابدأ ان انا اقورها. وزي ما احنا قلنا التقوير بتاع البطاطس او البطاطس اللي خارجة من قلب البطاطسية نفسها دي مش هنرميها، هنستخدمها بإذن الله، وهنقول هنستخدمها في ايه. طبعا انا كده هخلص بقى الكمية كلها اللي معايا، وبعدين هنبدأ نشوف احنا هنعمل ايه تاني. البطاطس دايما خلي بالك حطيها عليها ميه وانتي بتشتغلي فيها، علشان البطاطس بتسود منك وبيبقى شكلها مش كويس. دلوقتي بقى انا هعمل ايه. اول حاجه هجيب طاسه كده واحط فيها حوالي معلقتين من الزبده او السمنه زي ما تحبي. وهبدا دلوقتي اجهز معايا، هجهز الحشو بتاعنا اللي هو اللحمه المفرومه. طبعا هنعصجها مع بعض كده ونشوف هنعصجها ازاي. دلوقتي بقى اللي انا هعمله ايه، بعد ما بحط الزبده او السمنه بنزل بالثلاث بصلات المبشورين اللي انا قلت عليهم في اول الفيديو. هبدأ دلوقتي ان انا اخليهم يتبالوا بس تتبيلة بسيطة كده، يتبالوا بس، يعني انا مش هخليها تغير لونها ولا حاجة. وبعد كده هنشوف بقى احنا هنعمل ايه فيها. المقطع هنا اتعاد مرة تانية، وده انا بعتذر عليه طبعا. بتبقى ساعات غلطات بتحصل اثناء مونتاج الفيديو. آه، هنا طبعا زي ما احنا قلنا حطينا معلقتين السمنة او الزبدة، وكمان نزلنا بالثلاث بصلات المبشورين بتوعنا علشان يتبالوا معايا كده بس، وما يغيروش لونهم، بس هما يتبالوا بس. وبعد كده هنشوف احنا هنعمل ايه بإذن الله. طريقة سهلة جدا. الصينية ديت من اروع الحاجات اللي بتتعمل، بتبقى جميلة جدا وتحفة، وبتبقى شيك انك تقدري تقدميها في العزومات. وكمان يعني ما بتاخدش مننا وقت. طبعا هنا البصلة او البصل بدأ ان هو يدبن معايا اهوت. دلوقتي بقى اللي انا هعمله ايه، هحط عليه 3 قرون او 3 قرون فلفل متقطعين مكعبات كده، عشان يدي اللحمة كده طعم وريحة حلوة كده. دلوقتي بقى هحط كمان معلقة من الثوم،
احطها كده على البصل والفلفل، عشان التوم بردك هنا بيدي طعم جميل قوي للحمه المتعصجه. وبعد كده هبدأ دلوقتي انزل باللحمه بتاعتنا علشان تتعصج بقى. معايا هنا حوالي نص كيلو من اللحمه. على فكره يا جماعه، البطاطس المحشيه باللحمه المفرومه ما بتاخدش كميه لحمه كبيره، ممكن يعني الحشو ده يفيد منه كمان. بقلب اللحمة كويس جدا مع البصل والفلفل والثوم، واسيبها بقى تستوي مع بعضها كده لحد ما تبدأ تنزل ميتها كلها وتستوي. وطبعا هضيف لها طبعا التوابل بتاعتنا، اللي هو بهار اللحمة نص معلقة، ونص معلقة فلفل اسود، وكمان الملح. بكترلهاش التوابل كتيرة يعني. تعالوا بقى معايا نجهز الصلصة بتاعة البطاطس. دلوقتي انا معايا معلقة من السمنة كده، بحطها في الطاسة كده او في اي حاجة اللي هتبدأي تسبكي فيها. وبعدين معايا كمان معلقة الثوم التانية، احنا قلنا معانا معلقتين. خدنا معلقة على تعصيج اللحمة، والمعلقة التانية على الصلصة اللي احنا هنجهزها للبطاطس. طبعا انا هنا بدأ الثوم يصفر معايا اهوت ويطلع طبعا ريحته. معايا هنا حوالي كوبايتين من صلصة الطماطم، هضيفها على الثوم بالشكل ده كده. ما شاء الله الصلصة دي بتبقى روعة جدا وجميلة. دلوقتي بقى هضيف كوبايتين الصلصة اللي عندي اللي معايا دول، هضيفهم طبعا على الثوم بالشكل ده كده. دلوقتي بقى هحط التوابل بتاعه الصلصه. معايا نص معلقه من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره من الكزبره الناشفه. هي دي التوابل بتاعتي بس على صينيه البطاطس. وكمان هحط عليها طبعا الملح طبعا خلي بالك ظبطي بقى الملح بتاعك اللي انت بتحبيه. وبعدين هسيبها بقى تتسبك مع بعضها شويه كده لحد ما نكمل بقيه الخطوات بتاعه صينيه البطاطس المحشيه باللحمه المفرومه. طبعا انا جبت هنا طاسه علشان هبدأ دلوقتي. يعني هنزل بالبطاطس كده في الزيت، يعني مش هحمرها لكن هتاخد تلويقه بسيطه كده، يعني يا دوبك بس تصفر معايا كده. وطبعا خلي بالك عشان ما تسويهاش قوي، انا بديلها بس نص تسويه كده. اول بس ما بتبدأ تغير لونها بسيط بقلب البطاطس. هنا طبعا بدأت ان انا احمرها في الزيت اهوت. خلاص هنا البطاطس طبعا هقلبها، لانها خلاص خدت يعني اتحمرت من الناحيه اللي تحت، وقلبتها خلاص. وهنا طبعا معايا كمان اللحمه بتاعت الحشو. اللحمه اتعصجت ما شاء الله معايا اهيت وجميله جدا وريحتها حلوه قوي. خلاص كده هبدا بقى دلوقتي ان انا يعني اطفي عليها بقى. ما شاء الله طريقه سهله جدا، ما بتاخدش منك وقت خالص. لو كل حاجه جاهزه عندك خلاص.
طبعا البطاطس هنا اتحمرت معايا خلاص اهيت، خدت اللون اللي انتوا شايفينه ده. طبعا جبت طبعا ورق وعليه مناديل مطبخ علشان تشرب الزيت اللي طالع الزايد من البطاطس. وبدأت طبعا اطلع البطاطس كلها من الطاسة كده زي ما احنا شايفين. طبعا هحمر بقية الكمية كلها واخلصها علشان تبقى جاهزة معايا للحشو. تعالوا بقى نشوف الحشو بتاع البطاطس اللي احنا قلنا عليه في الاول ان احنا مش هنرميه. طبعا الحاجات ديت اللي طلعت من تقوير البطاطس. انا جبت بقى طاسه هنا كده فيها يا دوبك معلقه زيت كده بسيطه، وهبدا دلوقتي الوقها بس كده بسيط في الزيت. طبعا ده مش بيترمى خالص، يعني ده نعمله فرشه لصينيه البطاطس. هقلبها بس شويه كده واسيبها شويه حاجه بسيطه، وبعد كده هشيلها من على النار. طبعا دلوقتي هجيب الصينيه اللي انا هدخلها الفرن، وهبدأ دلوقتي اعمل اول حاجة بقى هعملها. هجيب طبعا البطاطس اللي انا خدتها من تقوير البطاطس ولوقتها في الزيت، هبدأ احطها فرشة في ارضية البطاطس. دي بتبقى جميلة جدا، وكمان مش بتترمى، يعني بتتاكل عادي خالص وبتبقى جميلة جدا. بحط طبقة البطاطس كده زي ما احنا شايفين، وعليها طبعا معلقتين او 3 معالق كده من اللحمة المفرومة، برشهم كده على الطبقة اللي انا حطيتها في الارضية كده. الحشو ده بيبقى جميل جدا. ودلوقتي بقى هبدأ دلوقتي احشي البطاطس بتاعتي، طبعا بس بقى تبرد شوية عشان اعرف امسكها واتحكم فيها. وبعدين هبدأ احشيها زي ما احنا شايفين كده. دي طريقة الحشو، ما بتاخدش كمية كبيرة من حشو اللحمة بصراحة، يعني كمية اللحمة اللي بتحشي بيها بتبقى كمية بسيطة جدا. هنا خلاص انا كده هخلص بقى الكمية كلها، وخلاص الحمد لله الكمية كلها خلصت معايا اهوت. ورصيتها طبعا في الصينية بتاعة البطاطس بالشكل ده كده. هبدأ دلوقتي الصلصة طبعا بقت جاهزة معايا اللي احنا عملناها مع بعض. هبدأ احطها كده على وش الصينية. ما شاء الله، بجد بتبقى جميلة يا جماعة، وجربوها بطريقتي، هي بصراحة بتبقى تحفة قوي. هفرش كل كمية الصلصة كده على وش البطاطس. دلوقتي بقى خلاص خلصت البطاطس كده وحطيت عليها الصلصة. هبدأ ادخلها الفرن تاخد تستوي، تاخد السوي بتاعها او مدة السوي بتاعها. طبعا ما ننساش ان البطاطس واخدة نص سوي، وكمان اللحمة مستوية، فهي مش يعني مش هتاخد معانا وقت طويل في الفرن. هدخلها شوية وبعدين هخرجها تاني من الفرن، وبعدين هنبدأ نحط على وشها الجبنة الموتزاريلا. خلاص هنا دخلت الفرن وخرجتها بعد ما استوت.
هبدأ دلوقتي ارش الجبنة الموتزاريلا على وشها كده، لان لو كنت حطيت الجبنة من الاول كانت نشفت معايا وما ادتنيش نتيجة حلوة. ما شاء الله جميلة جدا. كده خلصنا. حطينا الجبنه الموتزاريلا على وش الصينيه اهوت. يلا بقى ندخلها الفرن لحد ما الجبنه تبدا تسيح على البطاطس وتدينا نتيجه هايله. ما شاء الله. خرجناها من الفرن بعد ما خلصت خلاص معانا. طالعه بصراحه جميله جدا ما شاء الله، ريحتها تحفه. جربوها بنفس طريقتي. وهقدم معاها رز بالشعريه، او اي حاجه انت حابه تقدميها عادي خالص. آه، يا رب النهارده الوصفه بتاعتنا تكون عجبتكم وتكون طريقتنا سهله. ولو عجبتكم ما تنسونيش طبعا بتعليقاتكم الجميله، وكمان اشتراككم في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد باذن الله. وما تنسوش اللايك. يلا اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.